بحبك انا والله العظيم لما بتكون رايق، لما بتكون رايق ودماغك رايقه والاهلي كسبان انا بحبك. بحب تعليقك انا على فوز الاهلي دايما على اي فريق، مش مهم بقى بتوع المانجا، على اي فريق. ابراهيم فايق بيقول لك ايه؟ دي مش كوره دي مزيكا، دي مش كوره دي مزيكا. حقا صح يا صديقي، صح ايها الفايق، انت فايق، انت فايق فعلا. دي مش كوره دي مزيكا. طب المزيكا دي الفضل فيها يرجع لمين؟ يا محمد يا فاروق اسمع، يا كابتن محمد يا فاروق اسمع، اسمع عمك ابراهيم فايق بيقول ايه. كورة دي مش كورة دي مزيكا. طيب دي مزيكا، المزيكا دي تتنسب لمين؟ صح كلامك، للموسيقار اللي اسمه كولر. واحد بقى يجي يقول لي موديست، على فكرة رأيي موديست لسه، وباين كده ان احنا اننا مش هينفع يبقى مهاجم النادي الاهلي وكل حاجة، ولكن الدنيا حلوة يا كابتن محمد يا فاروق، الدنيا حلوة، الدنيا جميلة، الدنيا لطيفة، الدنيا لطيفة تستحمل، الدنيا تستقبل ان انت يبقى عندك لاعب واقع، مفيش اي مشكلة، مفيش حاجة هتضرك. يكون عندك لاعب مش ظاهر ماشي تمام، مفيش اي مشاكل خالص يعني. مش شرط بقى، وانت خصوصا ابن من ابناء النادي الاهلي، مش شرط بقى اطلع اقول كاني وماني والفريق مش عارف ايه وموديست مش عارف إيه ما ظهرش، ولا مش عارف عدمه وجوده زي عدمه. يا جدع يعني، يا جدع احترم الكيان اللي انت كنت فيه، احترم النادي الاهلي اللي خيره عليك. المهم خلينا في ايه؟ دي مش كوره دي مزيكا، دي مش كوره دي مزيكا. خليك بقى ركز في الكلمتين دول، لانهم هيتكرروا كتير قوي الفتره الجايه. ليه بقى؟ لان الاهلي حرفيا هو اقوى فريق في افريقيا تما، بس سكوت هنصور.